لو زهقان من شكل موبايلك ومش عارف تغيره عشان اسعار الموبايلات غليت، وفي نفس الوقت زهقان من التطبيقات اللي عندك اللي ادمت حبتين ثلاثه، فاحب اقول لك ميعاد حلقه التطبيقات بتاع كل شهر يا باشا. اهو جايب لك شويه تطبيقات جامده جدا هتغير شكل موبايلك تماما وهتدلعه وهتروق عليه، وفي نفس الوقت جايب لك تطبيقات جامده جدا برضو بس هتروق عليك انت شخصيا وهتشوف. فزي ما انت متعود لك الجميل تعمل شير للفيديو علشان يوصل اسرع لكل الناس. ما تقلقش، هتلاقي لينكات كل التطبيقات موجوده في صندوق الوصف. يلا بينا نبدا حلقه جديده من 5 تك. قبل ما نبدا حابب اعرفك على برنامج جامد قوي فامي سيف من وندر شير. بص، لو عندك اخوك الصغير او طفلك وعاوز تتحكم في موبايله من خلال موبايلك، ده تقريبا احسن برنامج. بتسطب البرنامج ده على الموبايلين، وعلى فكره هو بيشتغل على اندرويد، ايفون، ويندوز، ماك، كروم. الفكره انك بتخلي موبايلك هو البيرنت والموبايل التاني هو الطفل، وتوصلهم ببعض بكيو ار كود، وتدي البرنامج شويه صلاحيات كده يا حبي. هتقدر تحدد عدد ساعات يقدر فيها الطفل يمسك الموبايل. اول ما يعديهم الالعاب او البرامج اللي انت محددها مش هتشتغل. تقدر تزود عدد ساعات براحتك لو حابب، وكمان بتعرف عدد الساعات اللي طفلك قضاها على كل ابلكيشن. بس كده تقدر تحدد برامج معينه تشتغل على طول، تقدر تعمل بلوك لبرامج بعينها براحتك. بتحدد بقى وقت للنوم، الموبايل ما ينفعش يشغل فيه برامج. تقدر تعمل ويب فلتر وتمنع اي حاجه مش مناسبه لسن طفلك. تقدر حتى تشوف الهيستوري بتاعه على تيك توك، تشوف هيستوري البراوزر، تشوف هيستوري اليوتيوب، علشان لو في اي حاجه تبقى مراقبه على طول. ولو في اي حتى صور مش مناسبه على جهاز طفلك تظهر لك وتتحكم فيها. تشوف طفلك فين طول الوقت عن طريق اللوكيشن، تشوف الاماكن اللي راحها، ومميزات تانية كتير تقدر تكتشفها من خلال البرنامج. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف او اول كومنت، ويلا نرجع للفيديو بتاعنا. خلينا نبدا بالتطبيقات اللي هتغير شكل موبايلك وتروق عليه. اول تطبيق معانا اسمه اورنامنتال، وده يا باشا تطبيق خلفيات، بس مش خلفيات عاديه. التطبيق ده يا باشا بيوفر لك خلفيات كتير جدا بكواليتي عاليه. فكك بقى من الصور اللي انت بتحملها من جوجل وتبقى مبكسله وتيجي تحطها خلفيه تلاقيها مش حلو. هنا الكواليتي عاليه. كمان مش بيقدم لك صور ثابته بس الخلفيه، لا ده كمان بيقدم لك اللايف وول بيبرز او الخلفيات المتحركه. في حاجات كتير رايقه والاشكال بتاعتها حلوه، في نفس الوقت الكواليتي عاليه. هتقدر تختار زي ما قلت لك ما بين مجموعه كبيره من الخلفيات الثابته والمتحركه بكواليتي عاليه من خلال التطبيق ده، واللي هيعجبك هتقدر تنزله بسهوله وتخليه خلفيه على موبايلك. بس يعني معلش بعد ما تتفرج على الاعلان اللي موجود جوه التطبيق، علشان التطبيق فيه شويه اعلانات كده، بس المهم ان هو مجانا، فانت معلش هتستحمل بس تتفرج على الاعلان عشان تحمل الخلفيه اللي عجبتك. تاني ابلكيشن معانا اسمه ماتيريال شيد. لو انت بقى زهقان يا حبي من شكل ستاره الاشعارات الموجوده في واجهه الموبايل بتاعك، بحب اقول لك ان الابلكيشن ده جامد جدا. هتقدر ان انت تعدل بيه الالوان الموجوده، وكمان تعدل في الايقونات وحجمها من خلال التطبيق ده. على فكره هتلاقي فيه تعديلات كتير جدا ممكن ان انت تعملها على شكل ستاره الاشعارات بتاعه موبايلك وتغير شكله تماما. والحلو بقى كمان في الابلكيشن ده ان انت تقدر تعمل تعديل للشكل بتاع ستاره الاشعارات عندك على موبايلك في الدارك مود واللايت مود، عشان لو ما تيجي تشغل الدارك مود وتقفله تلاقي شكل ستاره الاشعارات بتاعتك لايق على المودين اللي انت بتستخدمهم على طول، اللي هو الدارك مود واللايت مود. كمان تقدر من خلال الابلكيشن ده ان انت تختار لون الباك جراوند بتاعه الاشعارات اللي بتوصلك على موبايلك، تختار لون باك جراوند ستاره الاشعارات كلها بتاعه الموبايل، وكمان تختار لون التكست اللي بيظهر لك في ستاره الاشعارات ده. حتى لون السلايدر بتاع البرايتنس هتقدر تعدله. وزي ما قلت لك كمان تقدر تغير الايقونات اللي تظهر لك في ستاره الاشعارات من خلال ايقونات كتير موجوده فري، مش محتاج ان انت تشتري حاجه. وحتى كمان تقدر تتحكم في حجم الايقونات اللي تظهر لك في ستاره الاشعارات. الابلكيشن ده جامد جدا، هيعجبك. تقييم 4.3 على جوجل بلاي، تحمل اكتر من مليون مره. تقييم من 5 مش من 10. نيجي بقى الابلكيشنز الدايناميك ايلاند اللي قبل بالتنا بيها دي، وكل الناس بقت عايزه تعمل دايناميك ايلاند على موبايلاتها الاندرويد. في ابلكيشنز كتير جدا نزلت لموضوع الدايناميك ايلاند، حرفيا كل يوم بتلاقي ابلكيشن جديد موجود على جوجل بلاي. بص انا اخترت لك النهارده كده تطبيقين جداد نزلوا رايقين، هتلاقيهم بيشتغلوا معاك بكامل كفاءتهم ومن غير ما يهنجوا لك الموبايل. اختار واحد منهم على حسب استخدامك. فندخل بقى على ثالث ابلكيشن معانا اللي اسمه نوتي جاي. الابلكيشن ده كده مبدئيا بيقدر يعدل على شكل الاشعارات اللي توصلك على موبايلك، زي طبعا اكيد ان هي تطلع لك من النوتش الموجود في موبايلك ايا كان نوعه، علشان تبقى شبه كده الدايناميك ايلاند. كمان بقى المميز في الابلكيشن ده انك ممكن تخلي لما تدوس على النوتش الموجوده في موبايلك يعمل امر معين، زي مثلا انك تفتح الكاميرا، تاخد سكرين شوت مثلا، او توقف وتشغل الاغاني اللي موجوده على موبايلك، او حتى يا عم تفتح ابلكيشن معين مختلف خالص. كمان تقدر تتحكم في حجم
حجم وشكل الدايناميك ايلاند علشان تبقى مناسبه كده وتظبطها انت تظهر حوالين الثقب بتاع السيلفي الموجود في موبايلك. حتى كمان تقدر تعدل في شكل الافكت اللي بيظهر للدايناميك ايلاند اللي موجود على موبايلك. بص هتلاقي تعديلات كتير قوي هتقدر تعملها من خلال الابلكيشن ده علشان في الاخر تعمل دايناميك ايلاند على مزاجك وتديك تجربه جديده لشكل النوتش او الثقب الموجود للسيلفي في موبايلك. الابلكيشن ده تقييمه 4.9/5 على جوجل بلاي ومتحمل اكتر من 100,000 مره. رابع ابلكيشن معانا اسمه بيكا دايناميك ايلاند، وبيكا فور بيكاتشو مش فور حمو بيكا، نركز مع بعض كده. لو عاوز بقى يا باشا دايناميك ايلاند وفي نفس الوقت حيوان اليف كده بيلعب حوالين شكل النوتش او الثقب بتاع السيلفي على موبايلك، فالابلكيشن ده جامد جدا، بيديك الفيتشرز الرئيسيه اللي انت محتاجها بتاعه الدايناميك ايلاند موجوده، بس معاها شكل لطيف لما تبقى قاعد زهقان كده وباصص على موبايلك مش عارف تعمل حاجه، تنزل شكل كده حيوان اليف ينزل يلعب شويه من الثقب بتاع السيلفي عندك. هي تبان لك تافهه بس هي رايقه، زي بيكاتشو كده مثلا، ممكن تنزله ويقعد يلعب كده وتتفاعل معاه بشكل لطيف قوي. بص هتلاقي عندك اشكال كتير ببلاش، وفي بعض الاشكال البريميوم هتلاقيها بكوينز، والكوينز دي قدامك اختيارين عشان تجمعها، يا اما تدفع فلوس واحنا مش بندفع فلوس، يا اما تتفرج على الاعلانات عشان تشحن كوينز علشان تشتري اشكال جديده. نزل بقى الشكل اللي يعجبك ودلع نفسك ودلع موبايلك. على فكره تقدر برضو تتحكم في حجم ومكان الدايناميك ايلاند اللي بتظهر لك. الابلكيشن ده تقييمه 4.1/5 على جوجل بلاي ومتحمل اكتر من 100,000 مره. خامس تطبيق معانا اسمه باتري تشارجنج انيميشن. احنا فاضيين بقى، تعالوا نغير شكل الانيميشن بتاع شحن الموبايل، استحملني معلش. تقدر تختار من اشكال كتير موجوده جوه الابلكيشن ده للافكت اللي بيظهر لما تيجي تشحن موبايل. كمان تقدر تغير الصوت اللي بيحصل لما تحط موبايلك على الشحن. كمان تقدر تتحكم في وقت ظهور الانيميشن اللي بيظهر كده لما تيجي تشحن موبايلك، سواء بقى 5 ثواني او دقيقه، او تخليه موجود على طول ما موبايلك بيشحن. تبقى انت رايق بصراحه، يشحن من ناحيه ويخلص من الناحيه الثانيه. بس الموضوع ده ليه ميزه برضو، ان انت هتعرف من بعيد من غير ما تروح كل شويه تبص على الموبايل وتشوف بيشحن ولا لا، ان هو بيشحن لو انت ظاهر الانيميشن على طول. الابلكيشن ده لسه جديد طازه، ملوش تقييم، متحمل اكتر من 10,000 مره. سادس ابلكيشن معانا اسمه فريك واو. ده ابلكيشن يا باشا تقدر تعمل بيه ويدجت لطيفه كده تجمع فيها الابلكيشنز اللي انت بتستخدمها على طول في مكان واحد كده على الهوم سكرين عندك، وبشكل لطيف كمان، بحيث ان انت تقدر توصل لكل الابلكيشنز اللي انت بتستخدمها باستمرار من مكان واحد، من غير بقى ما تقعد تقلب يمين وشمال وتفتح الاب درور والحوارات دي كلها. في نفس الوقت هتخلي شكل الهوم سكرين حلو، مش متنطور بقى والايقونات كده محطوطه في كل حته، لا مرصوصه بشكل رايق. وما تقعدش بقى تجمع الايقونات بتاعه البرامج دي في فولدرات وكل شويه تقعد تدوس على الفولدر وتفتح الابلكيشنز بتبقى ظاهره عندك موجوده كده جوه فولدر مفتوح على طول، هتدوس بس على طول على الابلكيشن هيفتح. كمان بقى في ميزه حلوه قوي، انت مش محتاج ان انت تقعد تضيف في الابلكيشنز اللي انت بتستخدمها على طول على الويدجت ده. الفكره ان البرنامج بيقدر يتعرف على البرامج اللي انت بتستخدمها على طول ويضيفها لك في الويدجت ده في اخر دلع. كمان بقى بتقدر ترتب الابلكيشنز دي على مزاجك، حسب بقى اكتر برامج انت بتستخدمها، ولا اخر برامج استخدمتها، ولا على حسب عدد المرات اللي بتستخدم فيها البرامج، ولا يعمل لك هو بقى ريكومنديشن على حسب استخدامك. كمان تقدر تتحكم في حجم الويدجت وعدد الابلكيشنز اللي فيها، وكمان حجم الايقونات اللي جوه الويدجت دي. كمان تقدر تتحكم حتى في لونها علشان تبقى ماشيه كده مع الستايل اللي انت حاطه على الهوم سكرين بتاعتك. يعني من الاخر دلع الدلع. الابلكيشن ده لسه جديد، متحمل 10,000 مره بس على جوجل بلاي. سابع ابلكيشن معانا اسمه ماي سيم. الابلكيشن ده بقى يا باشا فيه حاجات جامده كتير تقدر تستخدمها في ان انت تغير شكل موبايلك كده مره واحده. يعني هتلاقي فيه سيمات كتير تقدر ان انت تحملها وتطبقها على موبايلك وتغير شكله كده مره واحده. تقدر ان انت تحمل منه شكل ايقونات جديده من غير ما تضطر ان انت تحمل ايكون باك من على جوجل بلاي. وكمان تقدر تحمل من الابلكيشن ده ويدجتس جاهزه على طول تقدر تستخدمها من غير ما تحتاج برضو ان انت تحمل تطبيق تاني. وكمان في يا عم خلفيات جامده كتير تقدر تحملها. يعني من الاخر هتلاقي في التطبيق ده كل اللي انت محتاجه في مكان واحد علشان تغير شكل موبايلك تماما. الابلكيشن ده تقييمه 4.2/5 على جوجل بلاي ومتحمل اكتر من 5 مليون مره. طيب خلصنا بقى دلع الموبايل، تعالى ادلعك انت شخصيا. تعالى بقى اوريك شويه تولز جامده جدا هتسهل عليك استخدامك للموبايل وهتروق عليك. اول ابلكيشن معانا اسمه اد سكيبر. الابلكيشن ده سحري واكيد هتستخدمه، عاوزك بقى لما تستخدمه تشوف هيحصل معاك زي اللي حصل معايا ولا لا. الابلكيشن ده يا باشا المفروض بيعمل سكيب للادز اللي بتظهر على فيديوهات اليوتيوب، بيعمل لها ميوت كمان.
المفروض ان البرنامج ده بيشتغل عن طريق ان بيظهر لك الاد وبيعمل له ميوت وبيعمل سكيب لوحده اول ما زرار السكيب يظهر علشان يوفر عليك وقت ومجهود. ده المفروض اللي هو بيعمله. بس حقيقي لما انا جيت اجرب البرنامج ده وشغلته لقيته بيسكيب الاد خالص، يعني مش بيظهره اصلا وبيعمل ميوت وبعد كده بيدوس سكيب، لا ده هو الاعلان ما بيظهرش اصلا. قلت اجرب الموضوع ده على موبايل تاني لقيت نفس القصه برده. فكده الابلكيشن ده جامد قوي، فالحق نزله قبل ما يتمسح من جوجل بلاي لانه غالبا هيتقفش قريب. كل اللي انت بتعمله ان انت بتحمل الابلكيشن ده وبتديله البرميشنز اللي هو عايزها وافتحه وشغله وعيش حياتك يا معلم. بقى عندك يوتيوب بريميوم يا عم ببلاش. الابلكيشن ده تقييمه 4.7 من 5 على جوجل بلاي ومتحمل اكتر من 100,000 مره. تاني ابلكيشن معانا اسمه ميوتيفاي، وده يا باشا ابلكيشن بيعمل نفس الابلكيشن اللي فات بيعمله بس مع سبوتيفاي، بس هو يعني على قده شويه. الابلكيشن ده بيعمل ميوت للاعلانات اللي بتظهر لك ما بين التراكات وانت بتتنقل لو انت بتستخدم سبوتيفاي فري. فمن الاخر تسمع اللي انت عاوزه وهتيجي فقره الاعلانات هيتعمل لها ميوت. عشان بس لو انت وسط اصحابك ومشغل شويه تراكات هتلاقيهم كل شويه يقول لك يا عم ما تشترك بقى في سبوتيفاي بريميوم عشان الاعلانات اللي بتظهر، لان هم اكيد عارفينها. الابلكيشن ده اكن يا باشا انت ايه بريميوم ودنيتك حلوه. كل اللي انت هتعمله انت هتحمل الابلكيشن، هتدي له شويه برميشنز، هتفتحه وتشغله وعيش حياتك يا معلم على سبوتيفاي. الابلكيشن ده تقييمه 4.1 من 5 على جوجل بلاي ومتحمل اكتر من 100,000 مره. تالت ابلكيشن معانا اسمه اوتو سكرول. الابلكيشن ده بقى يعجبك لو انت بتحب تتفرج على شورتس او ريلز كتير، سواء بقى على تيك توك، انستجرام، فيسبوك. انا عارف ان انت اكيد بتتفرج على الحاجات دي على طول، في نفس الوقت ممكن تكون انت بتتفرج عليها وانت بتاكل مثلا، فمش عايزين نوسخ شاشه الموبايل يا معلم وانت كل شويه ايدك كده مش نظيفه وانت بتاكل وتعمل سوايب على الموبايل، او تفضل بقى متقدر والفيديو القصير قدامك عمال يتعاد 100 مره وانت مش عارف تقلب. الحوار ده بيقدرني قوي. الابلكيشن ده بقى رايق قوي. بيعمل لك ايه ببساطه؟ بيقلب لك الفيديو القصير اللي انت بتتفرج عليه اوتوماتيك من غير ما انت تدوس على اي حاجه في الشاشه، لو الفيديو ده مدته دقيقه او اكتر. لو بقى الفيديو ده مدته اقل من دقيقه فانت تقدر تظبط تايمر معين يقلب الفيديو بعديه، مثلا 30 ثانيه 40 ثانيه تعدي تلاقي الفيديو اتقلب لوحده. تقدر بقى كمان تحدد ايه الابلكيشنز اللي البرنامج ده يشتغل فيها. يعني مثلا انت عندك الانستجرام ريلز، فيسبوك ريلز، التيك توك واليوتيوب شورت، تقدر ان انت تحدد حاجه من الاربعه دول البرنامج يشتغل فيهم او يشتغل فيهم كلهم. الابلكيشن ده تقييمه 4.9 من 5 على جوجل بلاي ولسه جديد متحمل 10,000 مره. رابع ابلكيشن معانا اسمه واتا واتش. ولو انت قاعد زهقان وعاوز حاجه تتفرج عليها وحيران كده ومش عارف تختار، تدخل على الجروبات وبيقعدوا يريكومندوا ليك شويه حاجات غريبه تيجي تتفرج عليها تقول لهم يا جدعان ايه اللي انتوا بتقولوا عليه ده. فالابلكيشن ده جامد جدا. بص يا حبي، انت بتحمل الابلكيشن ده وبتختار انت عاوز تتفرج على ايه، فيلم ولا مسلسل. تقدر تحدد له النوع اللي انت عاوز تتفرج عليه، يعني عايز كوميدي ولا اكشن ولا دراما، ولا انت مجروح عاوز حب، براحتك حدد اللي انت عاوزه. كمان تقدر تحدد له الوقت اللي نزل فيه الفيلم، يعني انت عاوز فيلم جديد فيلم قديم مش فارق معاك الوقت. وكمان تقدر تحدد له انت عاوز الحاجه دي مثلا متاحه على منصه معينه، تختار نتفليكس مثلا لو انت مشترك فيها، وهو هيبدا يديلك اقتراحات لحاجات جامده تتفرج عليها ويوريك تقييم الحاجات دي ايه ويوريك راي الناس فيها. بس انا مش عاوزك تزعل كده، هو الابلكيشن ده بيدعم الحاجات الانجليزي بس مش بيدعم عربي، بس هو جامد ولسه جديد ومتحمل 5000 مره بس على جوجل بلاي. خامس ابلكيشن معانا اسمه تيستي. لو عاوز تشتري موبايل مستعمل في ظل ارتفاع اسعار الموبايلات اللي احنا فيه اليومين دول، فالابلكيشن اللي اسمه تيستي ده مهم جدا. احفظ الاسم ده عشان انت ممكن تنسى الاكواد اللي احنا بنقعد نكتبها على الموبايلات عشان نفتح الحته اللي بنختبر فيها كل حاجه على الموبايل. تيستي ده جامد جدا، بتحمله بسهوله من على البلاي ستور، تقدر تختبر كل حاجه حرفيا موجوده في الموبايل. هو اولا بيظهر لك مواصفات الموبايل بالكامل واداء بقى الموبايل عامل ايه في البروسيسور وفي المساحه الداخليه وفي الرام. المهم ان هو في اختبارات تقدر تدخل عليها وتختبر كل حاجه حرفيا في الموبايل، شاشه، تاتش، كاميرات، سنسور، اي حاجه موجوده في الموبايل هتختبرها من خلال الابلكيشن ده عشان تتاكد ان كل حاجه سليمه في الموبايل ده قبل ما تشتريه. الابلكيشن ده تقييمه 4.8 من 5 على جوجل بلاي ومتحمل اكتر من 500,000 مره. سادس ابلكيشن معانا اسمه انستا تولز. لو انت من محبي الانستجرام، في كده شويه بروفايلات معينه بتعجبك وتبقاش عارف الناس دي روقت كده على البروفايل بتاعهم ازاي، فحب اقول لك ان الابلكيشن ده هيقول لك الناس دي بتروق على بروفايلها ازاي، لانه بيوفر لك كابشنز رايقه تقدر تحطها على الصور اللي انت بتنزلها، هاشتاجز معينه تنزلها على صورك عشان تعلي ريتش لو انت من محبي بقى الريتش والكلام ده، تعمل صوره كبيره متقسمه على اجزاء زي الصور اللي انت بتشوفها عند الناس اللي بتبقاش عارف هم عملوا الصور دي ازاي، تبقى واخده شكل البروفايل كله كده. كمان بيوفر لك بايو معمول بطريقه شيك تقدر ان انت تاخده كوبي وتعدل عليه
عليه وتحطه في البروفايل بتاعك. كمان بيخليك تعمل بروفايل بيكتشر بفريم شكله رايق جدا احترافي جدا عشان تحطه في الانستجرام بتاعك. الابلكيشن ده رايق ولسه جديد ومتحمل يا دوب كده 10000 مره على جوجل بلاي. الابلكيشن السابع والاخير معانا اسمه روبو. بص يا حب، لو انت من الناس اللي بتنسى كتير، اللي هو مش فاكر اي حاجه، الابلكيشن ده هينفعك، لانك هتقدر تاخد نوتس او ملاحظات وتحطها كده لازقه قدامك في ستارت الاشعارات عشان ما تنساش. وكمان هتقدر تعمل ريمايندر علشان الابلكيشن يفكرك بالحاجه اللي انت المفروض ما تنساهاش. يعني لو انت حتى ما سحبت ستارت الاشعارات هيبعت لك نوتيفيكيشن ويقول لك يا عم حرام بقى افتكر. تقدر تعمل بين لنوت او ليست او لوكيشن او حتى QR كود. الابلكيشن ده لسه نازل وبيقولوا ان هو قدام هتقدر ان انت تحط في ستارت الاشعارات صور او فيديوهات كمان. جربه مش تخسر حاجه، هو لسه جديد ومتحمل 10000 مره بس على جوجل بلاي. بس كده انا خلصت. ما تنساش بقى يا حبي دلوقتي اللايك الجميل، لو عملتش في الاول تكتب لي كومنت وتقول لي حملت كام تطبيق من حلقه التطبيقات بتاعت النهارده، واكيد تعمل لنا سبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان احنا بننزل فيديوهات كتير اول باول. اشوفكم في حلقه جديده من 5 تك. كان معاكم احمد سعيد، سلام.